تخيل معايا عزيزي المتابع، تنام تصحى تقرر ان انت تسيب الشغل بتاعك لانك انت اكتشفت انه بعد 4 سنين انت اكتر شخص مش متقدر ماديا، فتقرر ان انت تاخد اكتر قرار مجنون في حياتك، تسيب الشغل وكمان تعمل شيفت كارير من الكارير اللي انت كنت فيه وتختار كارير من اكتر الكارير صعوبة وكارير بعيد تماما عن مجال دراستك ومجال شغلك الحالي. بس قررت ان انت تاخد الريسك وتتوكل على الله وتاخد بالاسباب. بس للاسف شهر مفيش فلوس، 2 مفيش فلوس ومفيش شغل، 3 4 5 6 7 كل يوم بتعافر، كل يوم بتصحى اكنك عندك شغل بالظبط، كل يوم عندك اصرار تعمل اي حاجة بس مفيش حاجة، مفيش نتيجة، ما بتعملش اي حاجة خالص، ما بتوصلش لأي حاجة خالص. فده ادى لحاجة واحدة بس، ادى ان انت انهارت. انهيار. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يا ريتني كنت فضلت في مكاني. ايه اللي خلاني اخد الريسك ده؟ انا كنت مغفلة، ما انا كنت في مكاني وبتطور، مش متقدرة ماديا مش مهم، بس على الاقل في شغل وفي فلوس، بدل الوضع اللي انا مش عارفة نهايته ده ايه. طبعا احباطات واخفاقات والنيجاتيف انرجي جواك ووساويس شيطان بتدمرك كلهم بيعملوا فيك من جوه، لحد ما واحد بس هو اللي طبطب عليك، واحد بس هو اللي طبطب عليك وبعتلك رسالة ربانية قالك انا معاك كمل وملكش دعوة. ربنا هو اللي بعتلي الرسالة الربانية، ايوه، في عز يأسي، في عز ضعفي، في عز محنتي، في عز ما انا بنهار، في عز ما انا حاسه بالفشل، في عز ما انا اقول انا عملت في نفسي كده ليه، ربنا بعتلي وقال لي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ايوه يا جماعه، السعي، احنا مطالبين بالسعي، وهي دي الهدف من قصتنا النهارده، وازاي قدرت بفضل السعي والتوكل على الله سبحانه وتعالى من واحده ندمت ان انا اخدت قرار ان انا اسيب شغلي واعمل شيفت كارير، لواحده دلوقتي بعد اكتر من 8 سنين بحمد ربنا كل يوم وبسجد له شكر وتقدير وعلى الفضل والنعمه ان انا اخدت القرار ده. متخيلين التحول؟ واحده بتقول يا ريتني ما اخدت القرار ده، بعد 8 سنين بتقول الحمد لله يا رب ان انت قوتني واديتني القوه والهمتني الصواب ان انا اخد القرار ده. كل ده حصل بفضل حاجه واحده بس، السعي. هي دي قصتنا النهارده، وازاي بالسعي قدرت اوصل لحاجه عمري ما كنت احلم بيها، وعمري لو كنت كملت حياتي في شغلي اللي انا سبته من 4 سنين كنت هوصل للمكانة اللي انا وصلت لها. هي دي قصتنا عزيزي المتابع النهارده. فاذا كنت مهتم تعرف ايه هي القصه بالتفاصيل وتعرف كل حاجه حصلت في القصه دي، جهز مشروبك المفضل يا عسل او كوب القهوه اللذيذ بالنسبه لك او اي مشروب تحبه، واستمتع بقصة مشوقة جدا، قصة هتعلمك ان انت اللي مطلوب منك في الحياة دي كلها حاجة واحدة بس، السعي، اما النتيجة فدي تسيبها على رب العالمين. يلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة مع روي المصري. في اوائل عام 2013 جات لي اول فرصة ان اشتغل في مكان تعتبر شركة انترناشونال في المحافظة اللي انا شغالة فيها، وكانت بالنسبة لي فرصة عظيمة جدا ان انا انزل بقى لسوق العمل وانطلق في الكارير بتاعي. دخلت الشركة وقررت اول قرار ليا في حياتي المهنية او في الكارير بتاعي. الوظيفة اللي انا اخدتها دي كانت وظيفة بسيطة جدا، فقررت، وده كان اول قرار اخده في حياتي او الكارير بتاعي، ان انا هوصل من الوظيفة البسيطة دي لأعلى وظيفة ممكنة او اعلى بوزيشن ممكن اقدر اوصله في الشركة هنا.
وده كان عهد بيني وبين نفسي والتزام ان انا لازم اثبت نفسي، لازم اعرف لهم ان انا مش اي حاجه وخلاص، لازم اوريهم السكيلز بتاعتي والمهارات بتاعتي، وان انا حد يعتمد عليه، وان انا استحق الترقيات اللي انا هبذل قصارى جهدي عشان اوصل لها. فضلت اعلم نفسي من خلال اليوتيوب، سيلف ليرنينج، قعدت اعمل امبروف للانجليش بتاعي واللانجوج بتاعتي، عشان احنا كنا شركه انترناشونال وكده، اغلب البارتنر بتاعنا من الصين وامريكا. فكنت كل يوم لازم اطور من نفسي، كل يوم لازم ابين لهم مهارات، كل يوم لازم اثبت لهم ان انا استحق ان انا اترقى واوصل لمراكز كويسه جدا في الشركه. كل يوم اوريهم الكواليفيكيشنز بتاعتي وقد ايه ان انا بتطور من بنت بسيطه السكيلز بتاعتها معدوده جدا جدا الى واحده عندها كواليفيكيشنز وسكيلز unlimited وبتتطور بشكل خطير وبشكل مرعب بجد. وده اللي كنت بعمله سنة ورا سنة ورا سنة، 4 سنين حرفيا، من 2013 لحد 2017. وانا هدفي ان انا مبقاش شخص عادي في الشركة دي، انا هعمل طفرة، هسيب بصمتي في المكان ده. فعلا بعد 4 سنين شغل وتطوير وصلت للي انا عايزاه، وصلت من مجرد اسيستنت لمانجر في الجزئية بتاعتي. واو، خلاص بقيت مانجر، تحت ايدي 3 مصانع، انا اللي بعمل لهم كنترول، انا اللي بمانج، انا اللي بدي الاوردرز، انا اللي بدي كل حاجه. اصبحت مصدر ثقه في الشركه. الشركه دي كانت من اكتر الشركات اللي انا بحبها. الشركه دي ما كانش يجي لي في يوم ان انا افكر او يجي في مخيلتي ان انا اسيبها. اتعرض عليا بوزيشنز كتير من شركات تانية، كل بوزيشن كان بيتعرض عليا بسالري اكتر وبوزيشن اعلى كنت برفض، عشان كان ليا لويالتي للشركه دي. كنت مغفله، شركه ورا شركه تديني اوفر اقول لهم لا انا في شركتي هتقدرني يا بنتي، لا انا مكمله في طريقي، انا بحب شركتي دي، انا اللويالتي ليها، انا هكبر فيها وهي هتقدرني. فضلت 4 سنين وفي الاخر اكتشفت اكتشاف غريب. بعد 4 سنين بسيب كل الاوبورتيونيتي اللي بتجيلي، بسيب كل البوزيشنز والاوفرز اللي بتجيلي على امل ان شركتي تقدرني، الشركه اللي انا بحبها، الشركه اللي انا قلت لازم هسيب بصمه، والشركه اللي انا لازم هسيب تاثير فيها. وده حصل بالفعل، وشافوا قد ايه انا كنت شاطره جدا، قد ايه انا كنت ملتزمه جدا، قد ايه مفيش اي حاجه اتعملت لي ليها اساين الا ما كنت قدها بالظبط. بعد كل ده اكتشفت ان مفيش تقدير. في تقدير معنوي، بترقى وبوصل لبوزيشنز كويسه جدا، لكن التقدير المادي انا اقل واحده بتتقدر. انا مفيش تقدير اصلا، انا مش مميز اصلا. دي حاجه وجعتني من جوه، اثرت فيا من جوه. ليه؟ انا قصرت في ايه؟ انا عملت كل حاجه ممكنه عشان اوصل للبوزيشن ده، ليه انا ما اتقدرش تقدير استحقه مقابل البوزيشن اللي انا فيه؟ ايه التقصير اللي انا عملته عشان ما استحقش ان انا اخد التقدير المادي اللي انا استحقه؟ فضلت الاسئله دي كلها تدور في بالي. كلمت الشخص المسؤول، انا ليه مش متقدره ماديا؟ لان التقدير المادي ده برضو بيفرح يا جماعه، برضو كل واحد بيشوف ثمرة تعب ومجهود. انا بطحن نفسي وبطور في نفسي سكيلز واتعلم واشوف فيديوهات وده عشان احسن من مستواي، اوصل لبوزيشن اعلى، فاخد مرتب اعلى، فاعيش حياه احسن واحسن. كلمت الشخص المسؤول اللي هو مدير الاعلى اللي هو بينه وبين صاحب الشركه دايركت، قلت له يا ريت تسالي صاحب الشركه انا ليه مش متقدره، مش معنى انا اللي مش متقدره. لو انا مقصره قولوا لي تاثيري فين. عملت كل حاجه واثبتت ان انا استحق وعن جداره. قال لي اوكي ما اعرفش ايه، واخد كلامي وبلا بلا. بعد كده جالي رد قال لي هو ده كده التقدير، هو هيحصل زي ما هو، وده مفيهوش نقاش. طب ما في غيري ما بيشتغلش زي شغلي واخد اكتر مني، هو كده نو كومنت، لا تعليق لا نقاش. كنا وصلنا ل 2017، 4 سنين من 2013 لحد 2017. قلت بصوا يا جماعه هي ما بدهاش بقى، مش هخلي وسيط بيني وبين رئيس الشركه. رئيس الشركه جه كلمته حرفيا قال لي نفس الكلام، قلت له اوكي شكرا. خرجت من عنده، كتبت الاستقاله بدون تفكير، كتبت الاستقاله شكرا. انا مش هقعد في مكان مش بيقدرني، انا مش هقعد في مكان ما يستاهلنيش. طالما هم شايفين ان انا كل اللي بعمله عادي يبقى
يجيبوا اي حد غيري طالما هو كله عادي وانا ما استحقش. وفعلا خرجت سلمت العهده بتاعتي في لحظتها، سلمت العهده بتاعتي واخدت، لان كان اخر يوم في الشهر، واخدت السالري بتاعي، قلت لهم سلام عليكم باي باي. كان قرار مجنون، انا بقول لنفسي لحد الان كان قرار مجنون، بس بحمد ربنا ان انا اخدته. هقول لكم ليه بقى. نزلت من الشركه، مشيت في الشارع ماشيه بتحسر على نفسي، بتحسر على مجهودي، زعلانه ليه انا مستحقش. انا عملت كل حاجه عشان اثبت لهم ان انا مش موظفه عاديه، انا مش مجرد اسيستنت، انا وصلت بقيت مديره، وفي الاخر مستحقش. ليه مستحقش التقدير؟ ليه اسئله ليه كتيره، ودموعي على عينيا، دموع على عينيا، مش قادره، زعلانه على نفسي. ليه؟ انا حاولت، انا كان ليا اللويالتي ليكم، انا كان اللويالتي ليكم انتوا، انا ما اخترتش اي شركه تانية عنكم، انا اخترتكم انتوا. في الاخر ما لاقيش تقدير، في الاخر اكتشف ان انا اللي غلطانه، ويا ريتني بقى كنت بعتكم، وكلام بقى بنت الشركه والكلام ده كله كان شعارات. فضلت الحاجات دي، والمشكله ان انا ما كنتش عامله حساب للحظه زي دي. زي ما قلت لكم ده كان قرار مجنون اخدته في لحظه غضب، وانا مش مأمنه نفسي حتى فتره 6 شهور اقدر اسرفايف فيهم. روحت بيتنا وحكيت لامي، قالت لي انا معاكي وفي ظهرك، واي حاجه انت محتاجيها انا في ظهرك. طبعا كانت اعظم دعم في اللحظه دي، محتاجه كل دعم. اكتر حد دعمني امي، ربنا يخليها لي ويبارك لي في عمرها يا رب، دعمت لي بكل ما اوتت من قوه، وقفت في ظهري وقوتني. قلت لها ماما انا مش هشتغل شغل ادمن تاني او حاجات ادمنستريشن او اي كده، انا هعمل شيفت كارير للماركتينج. كان لسه الماركتينج في مش منتشر قوي، او الديجيتال ماركتينج مش منتشر قوي، لسه في 2017 كان لسه في بيبي، يعني لسه في خطواته الاولى. صلاح مش دارج. قالت لي ماركتينج. ماما قالت لي قولا واحدا، رندا انا بثق فيكي وبثق في دماغك، توكلي على الله، اعملي اللي انت شايفاه صح. حطيت بلان لنفسي، انا لسه في الشغل، كل يوم اصحى الساعه 9 اقعد على اللابتوب انا بذاكر ماركتينج، كتب ماركتينج، حياتي كلها ماركتينج. فيليب كوتلر، سيس جودن، كل حياتي ماركتينج. شهر ورا شهر بيجي والاكسبنسز ضغط عليا، ما انا خلاص بقى يعني مش هرجع اخد مصروف تاني من امي وابويا. شهر ورا شهر مش عارفه اعمل ايه، الدنيا بتضغط قوي. يعني كام جنيه اللي انا كنت بحوشهم خلاص، شهر من غير شهر، شهرين، 3، 4، مفيش 6، مفيش. كل يوم بذاكر واحاول اقدم، بس انا ما عنديش الاكسبيرينس اللي تاهلني لده، ما عنديش الاكسبيرينس في الماركتنج، ما انا عايزه اعمل شيفت كارير للماركتنج. خلاص 6 شهور بسرفايف، بس انا بتعصر من جوه. 6 شهور انا متدمره، 6 شهور انا وصلت بقول لنفسي انا ايه اللي عملته في نفسي ده. انا كنت مجنونه، انا كنت مديره، مرتبي مش كبير قوي، ومش مش مرتب بحجم مديره، بس كان مرتب، كان معايا فلوسي وخلاص، كنت معايا بصرف على نفسي وخلاص. لكن الوضع اللي انا فيه ده وضع صعب جدا. بدات اجيب حاجات اونلاين وابيعها مجرد بس ان انا سرفايف لحد لما الاقي شغل في شركه الماركتنج او اي حاجه من اي الحاجات دي، لحد لما خلاص انا وصلت لدرجه انهيار. كنت بجيب برودكت وابيعها، بس برضو مش جايبالي الفلوس اللي انا عايزاها، ومش عايزه اضيع وقتي في الحاجات دي او في البيع اونلاين. انا عايزه اركز في الماركتينج، في الديجيتال ماركتينج، انا عايزه ابقى ديجيتال ماركتير واشتغل في ايجنسي. فضلت على الوضع ده، نفسيتي متدمره، خلاص بنهار، بيأس. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يا ريتني ما كنت عملت في نفسي كده، انا كنت مجنونه. كل الناس قالت لي يا رندا انت غلط، كان المفروض تذاكري مثلا وانت في الشركه، او لما تسيبي شغل تكوني مأمنه على شغل تاني. ما ينفعش يعني تعملي شبه نظريه الكونغو، ما بيسيبش ايده من هنا الا لما يكون مأمن ده. لكن حد يسيب شغله مش مأمن فلوسه، ومش مأمن شغل تاني في مكان تاني، ومش مأمن اي حاجه، ده جنون، ده كان هبل. انت غلطانه كمان يا جماعه، انا مش مستحمله، انتوا كمان جايين عليا طبطبوا عليا. لا، الناس للاسف ما كانتش بترحم، محدش طبطب، مفيش الا امي ربنا يخليها. لحد لما وصلت في لحظه وانا بذاكر على اللاب وبذاكر ماركتينج، قلت اللي انا بعمله ده انا فاشله، انت غبيه، سبت شغلك اللي انت تعبت فيه وصلتي له والسكيلز عشان شويه فلوس، طمعتي في شويه فلوس مع انها حقك، بس كنت قولي او خلاص. عاجبك الوضع اللي انت وصلتي له ده؟
عاجبك ان انت بقيتي بتاخدي مصروف تاني شبه العيال؟ عاجبك بعد ما كنت انت اللي بتصرفي وتعزمي وتخرجي وتتبسطي، دلوقتي بقيتي ماشيه على القد؟ عاجبك ومش عارفه الطريق ده نهايته ايه؟ قولي لي انت نهايته ايه؟ مفيش اي حاجه باينه قدامك الا فشل 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 فشل. قولي لي استفدتي ايه؟ جاي تعملي شيفت كارير؟ الناس في الماركتنج دي من سنين، انت عايزه تعملي شيفت كارير في شهر شهرين وتشتغلي على طول؟ انت هبله، انت غلط يا رندا، انت اتسرعتي. طبعا بقى جلد ذات، كفايه جلد ذات، انا مش ناقصه جلد ذات. عملت اللاب كده ودخلت الحمام عشان محدش يشوفني وانا بعيط. قلت له يا رب ابعت لي رساله طمني، طبطب عليا، انا ماليش غيرك انت يا رب، انت احن منه عليا. مش عايزه حد يشوف كسرتي، مش عايزه حد يشوف ضعفي، مش عايزه حد يشوف دموعي، مش عايزه حد يشوف الندم اللي انا حاسه بيه دلوقتي. خرجت من الحمام، ودايما امي كانت بتفتح الراديو على اذاعه القران الكريم، واذا بالرساله الربانيه، رساله من رب العالمين بيطبطب عليا في التو واللحظه، بيقول لي انا جنبك، انا سامعك، استمري. ودي كانت اول مره اسمع الايه دي. ربنا بعت لي رساله بيقول لي ايه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اسعي وبس. انا اول مره في حياتي اسمع الايه دي، اقسم برب الكعبه. ودي كانت رساله ربانيه جات لي بعد الانهيار اللي حصل. انا خارجه من الحمام من هنا اسمع اذاعه القران الكريم بتقول الايه دي، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني سعي ده هيظهر، يعني السعي اللي انا ماشيه فيه وقاعده بطحن فيه ده هيظهر امتى؟ معرفش، الايه ما وضحتش امتى. وسيجازيه الجزاء الاوفى كمان، يعني النتيجه دي مش بتاعتي خالص، يعني الطريق المظلم ده اللي انا مش عارفه نهايته ونتيجته هتبان. سبحان الله، اتحولت تماما بعد الايه دي. قلت انا ماليش دعوه، ربنا قال لي اسعي وبس، وانا ليس. قعدت احفظ الايه واكررها، اقول له شكرا يا رب، شكرا، طبطبت عليا، ادتني امل للي انا بعمله ده، اكيد ليه نتيجه. اخدت الامل، وبعدها بشهرين من الموقف ده وانا مكمله مذاكره وانا مكمله سعي في الماركتينج، جات لي اول انترنشيب. ايوه يا جماعه، اخيرا بعد سنه كامله سايبه شغل وسنه كامله بتعلم ماركتينج، اخيرا جات لي اول وظيفه اشتغل فيها. بجد انا اتقبلت، ما كنتش مصدقه. ايه ده يا رب، اخيرا قبلوني، انا هشتغل في الماركتينج. الاكسبت ده جالي ليا انا، فرحه لا توصف، فرحه مش مصدقاها. لا. وفعلا هيقبلوا ناس جونيور وكمان هيدربوهم. يا كرمك يا رب عليا، كرم ما بعده كرم ما تخيلوش، كرم توعبتوش، كرم ما صدقتوش. من كتر الكرم ده بعد سنة سعي ومذاكرة في المجهول وصحيان ويأس وإحباط وضعف وجلد ذات، بعد سنة من كل الخلطة دي وبالرغم كل ده وأنا مكملة، أخيرا اتحققت، أخيرا وصلت، أخيرا هبدأ أنطلق في عالم الماركتينج والديجيتال ماركتينج. يا رب. وافتكرت الموقف ده وافتكرت السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أخيرا نتيجة سعي ده هشوفه بإيدي. واشتغلت فعلا في ايجنسي في القاهرة، ونقلت من بورسعيد للقاهرة، وكانت من أحلى وأمتع الأيام، وحرفيا كانت وش السعد ووش الخير عليا. دلوقتي أنا رجعت بلدي وبشتغل في شركة في مقرها في الإمارات من بيتنا في بورسعيد. مكتبي اهو، ده مكتبي، ومن هنا أنا بمانج شغلي اللي أنا بتقدرها منه، بمانج شغلي اللي في الإمارات من خلال اللابتوب ده. أخدت كرم ما بعده كرم بسبب حاجة واحدة بس، إن أنا رفضت إن يتم استغلالي ومحدش يقدرني ماديا. أخدت بالأسباب وسعيت
وتوكلت على الله، وفي عز اليأس والضغينة والألم وجلد الذات كنت برضو مستمرية، وكنت برضو بكمل، وكنت برضو بذاكر. فدلوقتي اللهم لك الحمد والشكر على هذه الفضل والنعمة. الحمد لله ان انا اخدت القرار المجنون ده، واخدت اكبر ريسك في حياتي ان انا اعمل شيفت كارير من حاجة لحاجة وصلتني لبوزيشن ما كنتش احلم بيه. كل ده وصلت له بسبب السعي، وده كان فضل السعي عليا، وده كان من المواقف اللي عمري ما نسيتها في حياتي ابدا. موقف محفور جوايا، موقف ما نساهوش ابدا. موقف لما بتحصل حاجات مشابهة او يحصل ثغرات او عطلات في الشغل، افتكر الموقف الصعب بالرغم الالم والحسرة اللي كان فيه قد ايه عدى وفات بانفراجة عظيمة وكرم عظيم من ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش اتخيلها في حياتي. فايه اصعب من الموقف ده ممكن اتعرض ليه تاني؟ فكل حاجة بعديه كده عادي عادي عادي. واحدة ما كانش معاها اي شيء، ما كانش معاها تسرفايف او تصرف عن نفسها زي ما كانت متعودة، الحمد لله ربنا عوضني برزق وكرم فوق ما انا اتخيله. كل ده بفضل السعي بس. نتيجة عمري ما كنت احلم بيها، نتيجة لو كنت قلتها لي من كام سنة، من لما بدأت شغلي في 2013 اقول لكم لا. دلوقتي كرم ربنا عليا لا يعد ولا يوصف، بفضل ان انا سعيت، اخدت بالاسباب وتوكلت على الله. بس هي دي رسالتنا الارض، وهو ده اللي مطلوب مننا اثباته. سعى، اخذ بالاسباب، توكل على الله. ودي كانت قصتنا النهارده، واهم درس اتعلمناه من قصتنا النهارده ان هو خد قرارات مجنونه. يا جماعه، خد ريسك، هاي ريسك هاي بروفيت يا جماعه. وطول ما انت اخذ الريسك ومتوكل على رب العالمين ما تقلقش، كلا ان معي ربي سيهدين. وافتكر دايما طالما انت في مكان مش متقدر فيه سواء ماديا او معنويا، اوعى تقعد عشان فلوس مهما كانت الفلوس دي ابدا. الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله، هو اللي هيرزقك. ده سبحان الله بيرزق العصفوره، بس ايه العصفوره بتعمل اللي عليها، بتصحى من الفجر وتروح تسعى على اكل عيشها وتروح تجيب رزقها، مع ان ربنا ضمن لها رزقها. وكذلك سبحان الله ربنا ضمن لها رزقها، بس احنا لازم نعمل اللي علينا. فاوعى تيجي على نفسك علشان خاطر فلوس ابدا، مهما كانت الفلوس دي. صدقني طور من نفسك واشتغل على نفسك واسعى وخد بالاسباب وتوكل على الله وامشي في كل الطريق، وباذن الله ربنا هيلهمك الرشد والصواب، ويلهمك الطريق اللي انت تستحقه طالما انت بتسعى وبتعمل اللي عليك. دي كانت حكايتنا النهارده عزيزي المتابع. اتمنى ان تكون حكايتنا النهارده عجبتكم، واتمنى ما اكونش طولت عليك عزيزي المتابع. بس اهم درس اتعلمه، حط الآية دي قدامك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اعمل اللي عليك عزيزي المتابع، اوعى تضحي أو تستحمل أو تيجي على كرامتك عشان خاطر الفلوس. الرزق بيد ربنا، افتكرها دايما. الرزاق هو الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بس كده، دي كانت حكايتنا النهارده عزيزي المتابع. اتمنى ان شاء الله تكون حكايتنا النهارده عجبتك والدرس المستفاد عجبك. ان شاء الله بقى انتظرنا عزيزي المتابع في حكايه جديده وقصه جديده من حكاوي الرؤي المصري على قناه حكاوي الرؤي المصري. واخيرا اوعى تنسى عزيزي المتابع تكون مش مشترك في القناه ولا مفعل الجرس. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس. ولو عجبتك الحكايه دي وعجبك الدرس المستفاد، ابعته لحد شغال في مكان ومش عايز يكمل بس مكمل عشان خاطر الفلوس. قول له لا، الرؤي المصري ضحى بالوظيفه وضحى بكل البوزيشن اللي هي وصلته، وفي الاخر ربنا كرمها كرم ما بعده كرم، بتشتغل من بيتهم في الامارات. متخيلين؟ فكرم من ربنا عظيم. شكرا جدا عزيزي المتابع على حسن المتابعه، واشوفكم ان شاء الله في حكايه جديده من حكاوي روني المصري. يلا باي باي. روني ايه بيسالوني عنك يا نورة. تعرفوا يا جماعه اكتر حاجه افتقدتها في شغل الاولاني ده كان ايه؟ بتاع شغل اللي في 2013 ده، الفطار. يا سلام، كنا بنفطر بقى كلنا مع بعض ونتجمع بقى ونجيب فطار. الشغل بقى من البيت مفيش فطار ومفيش اوفيس بوي، انت اللي بتعمل المشروبات لنفسك وانت اللي بتعمل الفطار لنفسك. لا، احنا بقى كنا بشوات، نبقى قاعدين كده ويقولوا لنا الفطار جاهز يا اساتذه. الاوفيس بوي بيقول لنا الفطار جاهز يا اساتذه، اتفضلوا الفطار. نروح بقى نلاقي الفطار ساندوتشات بقى، الفول والطعميه. وساعات بقى كنا ندلع نفسنا بقى، نعمل بقى سندوتشات جبنه رومي، بسطرمه، جبنه كيري، الحاجات دي مع كوبايه شاي لطيفه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دلوقتي ما عادش فيه فطار، بفطر لوحدي وبشرب مشروبات لوحدي. كان كل شويه لو سمحت كوبايه شاي، لو سمحت كوبايه قهوه، لو سمحت قاعدين بقى بنتدلع.
كل ده راح، دلوقتي انا اللي بعمل لنفسي. يرضيكوا كده؟ طبعا يرضيني. اهم حاجه متقدرين، واهم حاجه ربنا كرمنا. بس مفتقده الفطار جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله بكره اعمل شركه ويبقى عندي مقر للشركه، واقول لهم انا هفطر معاكم، ابقى مديره كيوته كده ولزوزه. قولوا لي ايه رايكم، الشغل من البيت ولا الشغل من الشركه؟ هستنى رايكم في الكومنتات.